ونبتدي. ده اكتر وقت ممكن نعمل فيه روتين مسائي يا جماعة. مبدئيا انا كنت نايمة دلوقتي وقدوما جه دخلني التايلت، بيفتح لي بقى باب الحمام على مصراعي علشان اعرف امشي بالبتاعة دي. ايديا وجعاني خالص. المهم فقلت له هات لي كرسي يا دوما عشان ودخلهولي من المطبخ. فجاب لي كرسي اهو وحطهولي ودخلت المطبخ وقلت له انا عايزه اعمل قهوه لنفسي. ف يلا بينا نعمل قهوتنا بنفسنا. ماما وبابا في مشوار. ف ويو نايم، يعني ما فيش احلى من كده لحظات وانا هنا في المطبخ اهو بتاع ماما، وعلقت رجليا زي ما انتوا شايفين كده. يلا نعمل. اول حاجه طبعا هو برضو ادم اللي جاب لي الحاجات دي كلها. ناولني دي وحطينا ميه في دي، ودي طبعا اساسا يعني منها للكهرباء فوق اهي. والبن. بص انا كنت جايبه الحاجات دي وعماله اقول ايه انا كده ناقصني ايه. قال لي اكيد ناقصك القهوه كانت جنبي اصلا بس هو اللي فكرني بيها. الحمد لله لقيته عند بابا قهوه النجار، وكمان بابا واحمد راحوا جابوا لي حاجات من الشقه وكده. ف كمان جابوا لي القهوه بتاعتي يعني. اول حاجه طبعا يا رب ما تقع مني حاجه. ادينا حطينا كده. نحط بقى البن بتاعنا الجميل. تترو. طبعا انا عماله اقول كل شويه يا رب ما في حاجه تقع مني، ببقى حريصه. بسم الله. حلوه دي كده ولا ايه؟ عشان التانية ما كانتش مليانه قوي بصراحه. يا مسهل. كده فاضل السكر. نخلي بالنا من السكر بقى عشان ده مشاكل احنا. الحمد لله ان احنا عيله ما بتحبش السكر بصراحه، ملناش فيه قوي يعني. مش عارفه الايام دي وحشتني العريش قوي. شايفين يا محلها جمال ويا حلاوته. العريش بقى وحشتني ليه؟ لاني معظم الانتكاسات كانت في العريش بصراحه. فانا بصراحه في اوقات الشتاء وكده بصراحه تامه. اه بصراحه تامه. العريش بتوحشني. شايفين طبعا لازم تتقلب كويس. دي بقى الكنكه بتاعتي دي من زمان، يعني انا ما جبتش الكنكه بتاعت الفوشيا اللي في البيت اللي هي بتاعت انا والهام صاحبتي. بتاعت انا والهام صاحبتي الكنكه اللي انا خدتها دي. فالمهم تيتي دي بتاعتي ايام ما كنت قاعده عند ماما لظروف صعبه جدا قبل كده زمان. دي الكنكه اول ما طلعت الكنكه بتاعت القهوه دي، انا كنت اول واحده اجيبها، اول في جمهوريه مصر العربيه. اول واحده اجيب الكنكه دي هو انا. بسم الله ما شاء الله ربنا يحميني. كانوا لسه بيعملوا لها دعايه. سامعين الصوت؟ كان لسه بيعملوا لها دعايه. رحنا فايبر وشفتها بقى لسه بيعملوا لها دعايه وشربونا منها الكلام ده كله. كنت انا اول واحده اول ما جبتها انبهروا بيها. ايدي هي عاديه خالص بس هي بتنجز في وضع تعبان زي مثلا. صوتها بقى عالي عشان الله يكون في عونها برضو يعني. دي بناخدها برضو معانا العريش. استنوا طيب. دي كنكة سينابو الأصلية التركية، بس مش الصيني بتاع دلوقتي. فاهمين؟ هي دي بس كل الفكرة. هنا هو الابيض شكله وقعت ولا ايه؟ ثانية. نقول ايه بقى. عندي الفكرة ان دي من تحت مكتوب عليها ميدن ان تركي، مش زي بتاعت دلوقتي ميدن شاينا، وبرضو كاتبين عليها سينابون اللي هي سينيبو اللي هي التركية. لا دي التركية الأصلية يعني. القعدة بتاعتها
ستانلس، وهي دلوقتي برضو عددها ستانلس، بس بتفرق بقى في ان هي ما شاء الله دي تقيلة مش زي التانية، فاكيد آه، البلاستيك بتاعها تقيل ما شاء الله تتحمل. يعني دي عشرت معايا سنين كتيرة قوي قوي. يعني حتى اما كان محمد محجوز في المستشفى من زمان الحادثة بتاعته، فكنت باخدها معايا برضو، بخدم على الناس اللي بيجولوا والكلام ده كله. فدي على طول معايا، حتى واحنا في العريش في المصيف بناخدها معانا. فالمهم لما جيت اروح بيتي بقى قلت لماما: يا ماما، بما ان ماما ملهاش مش بتعمل قهوة كويسة يعني بوش زي كده، فقلت لها: خلاص يا ماما انا هسيبها لك. هي شاء القدر بقى. قلت هجيب تاني، بس ايه، ما استريحتش بقى كده يعني، ما خدتش هنا من مشاكل يعني زي ما بيقولوا. ف عايزين ناخد الصورة دي. بني نجار ده حبيبي، والله والله العظيم من كتر ما انا شفت يا حبيبي بن آه وهرست بني كتير، مفيش احلى منك. فالمهم بقى جت بقى لفة الايام والليالي، وصاحبت على الهام صاحبتي وكده. جيت بقى المدرسة هنا، وصحابي بقى بقيت صحابي وكده يعني. قالت لي: بنتي نسمع احنا عايزين نجيب بن بقى، ونجيب كنكة البن دي ونحطها في المكتب، ونقعد ايه آه، نعمل بيها قهوة وكده. قلت لها نص بالنص، كانت عايزة تجيبها لوحدها، قلت لها لا، نص بالنص. قالت لي ماشي. هما جبناها احنا الاتنين النص بالنص، وجت جت زميلتنا التالتة وقعتها ايه كسرتها. وعشان كده انتوا تلاحظوا دايما اللي انا بعمل بيها قهوة هتلاقوها ملزوقة اساسا لزق اسود كده. هو مستر عندنا صلحها لنا لزقها لنا كده. فاخدتها عندي البيت بقى، كانت الهام اوريدي جايبه واحده في بيتها، فقالت لي خليها عندك دي بقى يعني حفاظا عليها. بروح واجي بيها المدرسه يوميا تقريبا، انا اطلعها وانا اعمل وانا احط. هي دي فكره الكنكه. بس بصراحه هي حلوه، دي كبيره اللي عندي دي دلوقتي، دي بتعمل 5 فناجيل من دي، لكن التانية بتعمل 2 بس 3. اه عايزه اوريكم بقى ايه، بصوا. دي حاجة كده بسيطة من ضمن الورم اللي كان مورم في رجليا، مرة واحدة لقيته زرق بقى وكده يعني. يا رب دايما على طول رفعها، هو الدكتور قال لي ارفعها على طول. يا رب بقى نهدى بقى يعني. انا نفسي بصراحة تتشال، عايزة ارجع البيت على طول. الولاد هنا مش ظابطين الاداء معايا خالص. انتوا عارفين ولاد اي ثانية ناخد بق بقى. تاني قاعدة من قواعد القهوة ان لازم تشربيها وهي سخنة. مش عارفة الناس اللي بتشربها هي دافية شوية دي بيشربوها ازاي هي دافية شوية. ربط راسي دلوقتي من الصداع، ونمت شوية برضو، و الله يعين كل تعبان حقيقي يعني. هقفل اشرب شوية. قبل ما اشرب عايزة اصور صورة للاتنين دول. يلا. تقريبا الوضع اللي انا فيه ده كنت بشتكي العيال دلوقتي، اقسم بالله. اكتر من الصياد يعني. اكتر من الصياد. وضع الصياد يعني بيعلم الصبر، وده هيعلم الصبر، صبرين. بالتالي هطلع من المحنة دي وانا ايه، وانا بخلاف ان انا قوية دايما يعني، بطلع من المهام بتاعتي بعون الله باذن الله واحد احد ان انا قوية. تاني حاجة، في خناقة بره عندي، فانا هطمن على ولادي انا دي ادم واشوف خناقة مين دي وارجع لكم. مش عارفة الإضاءة عاملة كده ليه يا جماعة. ثمانية يعني في نورين. عشان النور اللي ورايا مغمقني، النور اللي ورايا مغمقني كده. طبعا لا ملناش دعوة بالوش خالص، ملناش دعوة بالوش خالص يا جدعان. انا اتدمرت اصلا يعني، وبشرتي مش محتاجة ايه اسمها ايه ده، بيقولوا عليها ايه، حاجات كتيرة قوي. يا رب يا مسهل يا رب. معدتي وجعاني خالص خالص. يا عم متهيألي هتسمعوا سامعين صوت الناس. هيا يا جماعة، هنا خناقاتنا هنا في المكان اللي احنا بابا قاعد فيه، هو خناقات بالمنظر ده. عشان كده احنا بناخد ستر من كل الخناقات اللي في الدنيا.
يعني غريبة ان احنا لما رجعنا من العريش، احنا طبعا عندنا شقة، يعني دي عمارة في عزبة. عندنا شقة في حتة تانية بتاعت بابا. غير يعني الحمد لله، يعني ربنا كرمنا الحمد لله. المهم بقى انه ايه، ان بابا يا عيني كان قاعد في الشقة اللي في الحتة التانية دي. صوت بقى وأزعرينا، وتحتينا النقطة، تحتينا النقطة بتاعة المنطقة وكده. فبابا قال لك لا، انا مش واخد على الكلام ده، مش واخد على الكلام ده، انا عايزه انقل في حته هاديه. بان رفح كانت هاديه فعلا، رفح كانت هاديه وعظيمه، مفيش احلى من رفح. رفح ما خدناش منها غير الخير كله يا رب العالمين. ف لما لقينا العماره دي لقيناها على العظم. يعني ايه على العظم؟ يعني احنا عاملين كل حاجه في العماره. العماره ما شاء الله، يعني كل واحد ليه شقه. طبعا كان في عماير تانية في البلد في حته تانية، بس دورين على قد طبعا الفلوس اللي كانت مع بابا. فبابا قال خلاص لا، اجيب العمارة اللي فيها كذا دور دي، وكل واحد ايه يشطب الشقة بتاعته. فانا كده قاعدة مع بابا وماما في العزبة، والمشاكل والحركات كلها ايه، سامعين بعض. هلو افريمان. طبعا الخناقات كلها على ابنك ضربني، ضرب الواد ليه، وابنك مش عارف ايه عمل ايه في الواد والحركات دي. بصوا بقى البندانة دي، يعني دي بتتلبس وانا عندي صداع. اللي عندي في البيت بقى برضو نفس في اللون ده، حاجة تانية. ثواني. المهم طبعا انا نسيت انا كنت بقول ايه زي كل مرة. وهي عايزة ايه؟ بص بقى، شايفين مروحة في قلب المطبخ؟ يعني انا هظبط مطبخي يا جماعة لو جيت هنا تظبيط القرود، تظبيط جامد قوي. المطابخ بتاعت المساكن بتبقى جميلة قوي. أم، بتبقى واسعة، مش زي بتاعت اللي هي الحكومة وكده يعني. ودي شايفين. ف يلا، باي باي، باي باي، باي باي. تعودي.